هشارك معاكم النهاردة الفطار. فطارنا في رمضان من التفريزات اللي احنا مفرزينها يعني مش هتاخدي وقت نهائي. جميلة جدا 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 حكاية التفريزات ديت، وبصدر فرخة بس هتعملي السفرة اللي انت شايفاها ديت. زي ما انتوا شايفين عملتها قبل كده معاكم. اللي فرزنا الاستريبس كنا قاليينه نص قلية، ومن بواقي كده الفراخ الحاجات الصغيرة اللي طلعت كنا عملنا الكفتة. عملنا كفتة الفراخ ديت طريقة حلوة قوي قوي سهلة. نسمي الله كده وندخل على الفيديو ونشوف فطارنا النهاردة. مش هتاخد ربع ساعة في المطبخ. وهو حمرت المكرونة، كيلو مكرونة كده حمرته. حطيت بس كل اللي حطيته شوية زيت، وبدأت ان انا احمر المكرونة من غير سلق ومن غير اي حاجة خالص. هتبقى على السريع. اللي نزلت بيه دي معلقة توم متفرزة، كنا مفرزينه برضو مع بعض. التوم كل حاجتنا متفرزة، وطعمها في منتهى الجمال. طعمها ما بيغيرش، ومش هتاخدي اي وقت خالص في المطبخ. مش هتفضلي طول النهار في المطبخ، لا ده كل حكاية مجرد انك هتدخلي المطبخ ربع ساعة بس، نص ساعة بالكتير، هتطلعي بسفرة تكون كويسة جدا. هي دي فكرتي من الفيديوهات بتاعتي، انك تكوني مرتبة افكارك ومرتبة حياتك وتكون سهلة. حتى الصلصة الطماطم برضو مفرزينها مع بعض على طول. بتكوني مجهزة حاجتك على رخامة المطبخ، ومسافة ما بتخشي بتكوني مجهزة اجمل سفرة. طريقة المكرونة دي حلوة قوي قوي وسريعة وجميلة جدا، ومش هتاخد منك اي وقت. كل اللي نزلت بيه شوية فلفل اسمر وشوية الملح، وبدأت ان انا اظبط مقدار المية علشان المكرونة تبقى معاكي كويسة جدا. حاولي المية بتاعتك ما تبقاش كتيرة، يعني المكرونة تبقى باينة كده من المية. مجرد انك بتسيبيها تحس المكرونه مغطيه الميه بالظبط. نزلت بمكعب مرقه، ولو مش حابه تحطيه براحتك اظبطي بس انت الملح بتاعك وخلاص، وهتبقى معاكي في منتهى الجمال. كده المكرونه بتاعتنا خلصت. يا دوبك هسيبها بقى تتردد شويه، تتردد يعني على نار هاديه كده، مجرد انها بتنشف من الميه. تعالوا بقى الاستريبس اللي كنا مجهزينه مع بعض، كنا مفرزينه برضو مع بعض، كنت عاملاه نص قليه. جميل جدا جدا، ولو اعتمدت الطريقه ديت صدقيني هتعجبك قوي. وصدقيني لو جربتيها بالطريقة ديت هتبقى طريقتك على طول وهتعتمديها ان شاء الله. طريقة جميلة جدا جدا وما بتاخدش منك اي وقت خالص. عملناها مع بعض. رجعي للفيديو كده بتاع التفريزات هتلاقي طريقتها عندك. المهم كده يعني بصي، مش هنبقى بقى مستخدمين الفرخة كلها ولا حاجة. ده هو بصدر فرخة هتأكلي افراد الاسرة كلهم، ايا كان عدد افراد اسرتك. ان شاء الله بتعمل كمية حلوة قوي قوي من صدر فرخة، بيعمل معاكي كمية تكون جميلة جدا. وزي ما انت شايفه كده، حبيت ابعد لكم الكاميرا شويه لان حسيت وهي مقربه كده ان هي بتغروش. بعدتها علشان تشوفي لونها. لونها جميل جدا جدا وحلو قوي قوي، وما بتاخدش منك دقايق، وبتكوني ان شاء الله مجهزه الفطار بتاعك في ثواني. احنا بنعمل الفيديوهات ديت علشان خاطر اقولك ان التفريزات دي جميله جدا. هنا حسيت ان هي ممكن تكون مثلا قليله شويه، او تكون احنا في صيام. فقلت اما اطلع كمان طبق الكفته اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. تسميها بقى بانيه، تسميها كفتة، تسميها ايا كان المسمى بتاعها. هي ديت بواقي الفراخ، الحتت الصغيرة اللي تبقى تطلع بتفرميها في الكبة، وهتشوفي طريقتها ان شاء الله في التفريزات. وعملتها المرة دي بدل ما اعملها بقسماط، عملتها بالمكرمشات اللي بتشتريها من عند العطار اللي هي لونها اصفر دي. تطحنيها كده طحنة بسيطة وبتبقى جميلة جدا معاكي. بتطلعي الحاجة مجمدة من الفريزر، بتقليها على طول وبتحمريها. كنت قبل ما اصور معاكم كنت قاليه بطاطس كده وكده. الفطار بتاعنا جاهز وسريع وجميل جدا، وفي دقايق ما خدتش اي وقت. يا دوبك برضو هتطلعي العصير متفرز وهتعمليه، ويبقى كده فطارك عملتيه في ثواني. يا رب الفيديو يعجبكم كده وينول اعجابكم، ويا رب ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. المشاهدات اليومين دول قل خالص. يا رب ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، واشوفكم في رعاية الله وفي حفظه وفي امان.